قضية النهاردة قضية غريبة فعلا، لأن الدافع ورا الجريمة مختلف تماما. عمره ما حصل ولا هيحصل. في نيو جيرسي في مدرسة ريد بانك الإعدادية، السكرتيرة بتطلب من مدرس عندها إن هو يروح يطمن على مدرسة الدراسات الاجتماعية، لأنها ما حضرتش النهاردة ولا اتصلت ولا اعتذرت، وهي بتحاول تتصل بيها ومش بترد عليها، وإنها غريبة إنها ما تحضرش المدرسة. بقالها 6 سنين بتشتغل في المدرسة، عمرها ما اتغيبت، ومعروفة عنها إن هي بتحب مهنتها. المدرس ده في نفس الوقت هو زوج المدرسة المتغيبة، اسمها جونيل ميلتون. عندها 35 سنة، حاصلة على درجة الماجستير. هما كانوا في طريقهم ان هما ينفصلوا، فعشان كده هو معرفش ان هي ما جاتش ليه. كل واحد فيهم عايش في سكن مستقل. فراح لها البيت، لقى عربيتها بره، فاطمن ان مفيش حاجة، لانه كان طبعا قلقان عليها هو كمان. فما خبط عليها ونادى عليها، ما فتحتش، فجرب يفتح الباب يشوف يعني ممكن يكون مفتوح. والغريبة ان هو لقاه مفتوح، يعني مش مقفول بالقفل، مردود يعني. اول حاجة استغرب ان الباب كان مفتوح، وده مش من طبيعتها. دخل دور عليها، لقاها في اوضة النوم مرمية على الارض. فاول حاجة فكر فيها ان هي كانت قاعدة بتستعد تروح للمدرسة وتحط مكياج، ولسبب ما اختل توازنها ووقعت، خبط راسها في الارض واغمى عليها. راح متصل بالطوارئ. طبعا الشرطة لما جت عينتها وعرفت ان هي ميتة. قلبوا الجثة، لقوها متشوهة وشها من كتر الضرب والتعذيب. الشرطة لما جت فتشت مسرح الجريمة، اكتشفت إن مفيش سرقة حصلت، ومن الاستنتاج الأولي إن مفيش اعتداء حصل عليها، لأنها كانت لابسة قميص النوم بتاعها. ولأن الضحية كانت متعرضة للضرب الشديد والتعذيب، عرفوا إن الجريمة بدافع شخصي. والمشتبه الوحيد اللي قدامهم اللي بلغ واللي اكتشف الجريمة، اللي هو الزوج مايكل. أخدوه للتحقيق. طبعا هو كان في باله ان هم بيحققوا معاه على اساس ان هم يوصلوا للمجرم باقصى درجة ممكنة، وعلى انه هيعرف معلومات وانه ممكن ينفعهم. فكان متعاون، لكن ما يعرفش ان هم كانوا شاكين فيه وبيستجوبوه على انه متهم، وبيحاولوا يوقعوه في الكلام. فسألوه عن علاقته بيها، وايه اللي حصل، وبيشتبه في مين، واذا كان لها اعداء وخصومات ولا في مشاكل مع حد ولا لا. قال لهم ان هو كان يعرفها من ما كانوا صغيرين، والصداقة اتحولت لحب وبعدين جواز، وبقالهم 6 سنين متجوزين، وإن هما بيحبوا بعض وعلى علاقة طيبة مع بعض. لكن هو هيتم الطلاق رسميا في أكتوبر. هما بيسعوا في إجراءات الطلاق، ولأن الطلاق بيتم عشان هو اللي رغبته في كده، مش إن هي رغبتها في كده. هي متمسكة بيه ومكانتش عايزة تتطلق، لكن بناء على رغبته هي موافقة، وبيتم الطلاق وهيتم في أكتوبر. والحادثة اللي حصلت أو اكتشاف الجثة كان في 14 سبتمبر 2009، يعني 3 أسابيع قبل الطلاق الرسمي. فالشرطة شاكة إن هو بيدعي إن هو اللي هي متمسكة بيه وهو عايز يطلق، وإن العكس صحيح، إن هي اللي عايزة تتطلق منه وهو اللي متمسك بيها، وعشان كده تخلص منها، وده الدافع ورا الجريمة. وعلى أقواله إن هو عايز يطلقها مش عشان في مشاكل ما بينهم ولا حاجة، لأنها بتحبه قوي وبتسأل عليه ومهتمة بيه قوي، وهو مش متعود على كده. يعني زي ما بنقول كده، اتخنق من الاهتمام الزيادة، فهو عايز يتخلص ويعيش بحرية زي ما كان عايش قبل كده بس. لكن هما بيشوفوا بعض وعلى علاقة طيبة، وبيسألوا عن بعض، وبيدرسوا في نفس المدرسة، وبيتصلوا ببعض كل يوم. يعني صداقة ما فيش أحسن من كده، فما فيش داعي أو ما فيش أسباب إن هو ممكن يتخلص منها. الشرطة لما فتشت مسرح الجريمة، لقوا آثار أقدام على الكرسي اللي موجود في غرفة الطعام الملحق بالمطبخ، ولقوا فيه شباك جنب الكرسي. فاستنتجوا اللي دخل من الشباك ده وسند على الكرسي، عشان كده طبعت أثر قدمه على الكرسي. ولقوا تحت الكرسي في ولاعة سجاير لونها بامبي. عرفوا إن جونيل اللي هي الضحية مش بتدخن، واما شافوا المسرح الجريمة ما لقوش عندها شموع، يعني ما فيش اي داعي ان يكون عندها ولاعة سجاير. وطبعا مكانها موجود على الارض، يعني مش ممكن يكون هي يخصها. فاستنتجوا ان المجرم اللي دخل وقعت منه وما خدش باله. ولقوا كمان جوانتي في مسرح الجريمة وشريط لاصق. جمعوا كل الأدلة ديت
وادوها للطب الشرعي عشان يرفعوا البصمات والحمض النووي. للأسف القفازات ما لقوش عليها أي بصمات، بس الولاعة لقوا عليها بصمات كتير، فما قدروش يحددوا الشخص اللي هو صاحب الولاعة، فبعتوها لمختبر أكبر في نيويورك فيها معدات أكتر. بعد شهور طلعت نتيجة المختبر، قدروا يتوصلوا للحمض النووي للشخص صاحب الولاعة. كان واحد اسمه جريجوري جان باتيس، وباستجوابه عن سبب وجود الولاعة في بيت جونيل قال لهم إن هو ولا يعرفها ولا عمره راح البيت ولا له علاقة بالموضوع ده خالص، ولأن مفيش شهود إن هما شافوه في مكان الحادث، ولأن مفيش أدلة قوية عليه غير الولاعة، يعني ممكن أي حد يكون استعملها ووقعت هناك، يعني مش دليل قوي يقدموه للمحكمة، فطبعا سابوه كده. ما عندهمش غير المشتبه الأول مايكل، لأنه هو الوحيد اللي فيه مشكلة ما بينه وبينها، لأنه ما سألوا طبعا عليها عرفوا إن هي شخصية محبوبة جدا، بتحب شغلها، ملتزمة، حياتها مستقيمة، مفيش أي جوانب مظلم في حياتها، فمفيش مشاكل تخلي حد ممكن يتخلص منها غير جوزها اللي هو بيدعي إن هو اللي عايز يطلق. ممكن قوي هي تكون هي اللي عايزة تتطلق وهو رافض، وده السبب إن هو عايز يتخلص منها، بس طبعا مفيش أي أدلة عليه، فعشان كده ما قدروش يقبضوا عليه. القضية أصبحت باردة ومرت السنين ومعرفوش يوصلوا للمجرم، بس الزوج كان بيعاني لأن الإعلام والناس كلها شايفين إن هو المجرم. دي حتى المدرسة كانت قررت إن هي تفصله، وعين المحامي بتاعه عشان يقدر يفضل في وظيفته، فقدروا يعملوا اتفاق مع مجلس الإدارة إن هما يخلوه في وظيفة مكتبية ويبتعد تماما بالتعامل مع التلاميذ، لأن هما شايفين إدارة المدرسة شايفين إن هو مجرم وإن مش المفروض يتعامل مع الطلبة. وعلى حسب الاتفاق مع المدرسة إن هو هيفضل في الوظيفة المكتبية ومش هيدرس تاني خالص إلى أن يحكم في القضية ويثبت براءته، وده اللي خلاه يعتمد على نفسه ويبتدي يوصل للمجرم بنفسه، وما يعتمدش على الشرطة اللي لغاية دلوقتي مر سنين وما قدرتش توصل للمجرم. وطبعا هو دخل في حالة اكتئاب نتيجة الناس كلها بتتعامل معاه لأنه المجرم، فبدأ يدور في الحي اللي كانت عايشة فيه جونيل، يمكن حد من الجيران يكون سمع وشاف حاجة أو يعرف حاجة، لكنهم ما كانوش بيتعاونوا معاه لأنهم شايفين هو مجرم. انت بتستهبل، يعني انت قاتلها وجاي تسأل؟ أكيد انت مش هنقولك حاجة. فاضطر يلجأ لواحد من أصحابه إن هو يتحرى بالنيابة عنه، يمكن الجيران أو حد من الناس اللي حواليه يعرف حاجة عن الموضوع. وبالفعل صاحبه قدر يوصل لمعلومات الشرطة مرت سنين ما قدرتش توصل للمعلومات دي. صاحبه عرف إن في عصابة كانت بتخطط إنها تسرق تاجر مخدرات اللي هو جار جونيل اسمه ديفيد مونش، والعصابة وصلت لها معلومات من شخص كان سهران في حفلة كان فيها صديقة ديفيد اللي هو تاجر المخدرات، وهي سكرانة قعدت تهلفط في الكلام. قالت إن صاحبها ديفيد عنده في البيت مخدرات وشايل في التلاجة مبلغ 115,000 دولار. ساعتها ما عرفوا المعلومة دي قرروا إن هما يقتحموا البيت ويسرقوا البضاعة ويسرقوا الفلوس. وفي ليلة 14 سبتمبر دخلوا شقة جونيل، طبعا بالغلط لأن الشقق كلها بتتشابه لأنها كانوا ساكنين في مجمع سكني، وكانوا فاكرين جونيل هي صاحبة ديفيد، وقعدوا يضربوا فيها عشان تقر وتقول لهم مكان المخدرات فين ومكان الفلوس فين لأنهم ملقوهاش في التلاجة. والمسكينة لا حول لا ولا قوة لا تعرف أي حاجة واتاخدت في الرجلين. أفراد العصابة كانوا 3 من ضمنهم صاحب الولاعة اللي هو جريجوري اللي قال لهم ولا عمره شافها ولا راح البيت ولا يعرف أي حاجة، وكان في واحدة مستنياهم بالعربية مستعدة إن هي توصلهم وتجيبهم. طبعا الشرطة معرفت المعلومات دي قبضوا على ال3، لكن مفيش حد فيهم اعترف، حاولوا معاهم لكن هم كانوا متمسكين إن هم ميعرفوش حاجة. طبعا الشرطة كانت محتاجة دليل قوي عليهم. لحسن الحظ قدروا يوصلوا لواحدة اسمها ناريكا سكوت، هي صديقة واحدة من ال3 المجرمين. لما زارت صاحبها في السجن اعترف لها إن هو وأصحابه الاتنين هما اللي اتخلصوا من جونيل، وراحت اعترفت للشرطة. قالت لهم كمان على اسم السواقة اللي وصلتهم لمسرح الجريمة، اسمها إليزابيث بنتو، ودي الصديقة السابقة لصاحبها. وبالتحقيق معاها
كانت خايفة إن هي تعترف، لأن عارفة بشهادتها هتسبب في اتهامهم وممكن يأذوها. حكت لهم إن يومها هي ما كانتش تعرف أي حاجة، هما طلبوا منها إن هي توصلهم، لكن هي ما تعرفش إن هما ناويين على إيه. ولقيتهم كانوا لابسين التلاتة لابسين أسود في أسود. طبعا الشرطة وجهت لهم تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتخطيط للسرقة من الدرجة التانية، وحيازة أسلحة غير قانونية. وعلى الرغم من شهادة صاحبته ناريكا والسواقة إليزابيث إلا إن التلاتة أنكروا التهمة وما اعترفوش بالجريمة. وده كانت الجلسة بعد 6 سنين من الجريمة، كان يوم 17 يناير 2019. محاميهم حاولوا إن هم يبرئوهم ويلزقوا التهمة بالزوج، ولأن الزوج كان فيه حمض نووي خاص بيه في مسرح الجريمة، كان موجود على الشريط اللاصق الموجود في مسرح الجريمة. بس الزوج قال لهم إن هو لما دخل البيت داس عليه بالغلط، وطبعا اضطر إن هو يشيله بإيده لأنه كان لازق في الشوز بتاعه، وده السبب إن الحمض النووي بتاعه في المسرح الجريمة. المحققين كان عندهم دليل قاطع غير شهادة الشهود، قدروا يثبتوا مكان تواجدهم التلاتة ليلة 14 عن طريق تتبع تليفوناتهم. التلاتة كانوا في نفس المكان في شقة جونيل. اتحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد، لكن إليزابيث اللي هي السواقة عشان شهدت ضدهم واعترفت بالذنب أخدت حكم بالمراقبة. الزوج بيقول إن هو يوم ما اكتشف إن مراته ماتت هو كمان مات معاها. إيه رأيكم في الجريمة دي؟ يعني حاجة تقهر بجد. واحدة آمنة قاعدة في بيتها لا لها دعوة بحاجة ولا لها حول ولا قوة، وواضح من شخصيتها وسلوكيتها إن محبوبة من الكل. يعني هي بتحب جوزها عشان ينفصل عنها، عشان هو شايف إن هي بتحبه زيادة عن اللزوم ومتعلقة بيه، وإن هو اتخنق من الاهتمام الزيادة عن اللزوم ده. هي وافقت، يعني ما كان ممكن تعترض لأنها لسه بتحبه، لكن عشان ترضيه وعشان ما تزعلهوش وافقت. يعني واضح شخصية بتحب الناس ومتعاونة ومبتحبش تزعل حد، وبتيجي على نفسها من خلال تصرفاتها دي. سبحان الله يعني. ويجي لها ناس لا تعرف عنهم حاجة ويقتلوها ولا لها دعوة بالتور ولا بالطحين. سبحان الله يعني. واشوفكم على قضية جديدة. سلام.